ياك مازال ما خلص رمضان، خلونا نوعوا شويه في المملحات ونروحوا نديروا هاد البيتزا صوص بلونش بولي مع لي ميني بيتزا بطريقه جديده. كنت درتهم معكم من قبل بواحد لاباط خفيفه قطن تستخدم باللبن، تقدروا ديروا بها عده مملحات. وصفه سهله مهله وبنتها كي العاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في ريسيبيون نديروا كاس تاع اللبن العادي اللي ناكلوه مع الطعام، مع كاس ونص تاع الماء يكون دافي، كاس الا ربع تاع الزيت، ومعاهم مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع خميره الخبز، نص مغرف كبيره تاع الملح، نص مغرف كبيره تاع خميره الحلوى. نخلط كلش بالفوي ونجي نطم بالفارينه حتى نحصلوا العجينه تكون خفيفه طريه تلصق شويه في اليد. لاباط نخليها تخمر، نغطيها ونخليها تخمر حتى لساعه، معناتها نخليها حتى نضاعف الحجم تاعها. وشوفوا هاد لاباط كيما قلت لكم تقدروا ديروا بها بزاف مملحات تجي خفيفه كي القطن. هنا بالنسبه لافارس انا حنديرها كيما قلت لكم بالبولي مع البيشاميل. هنا ديت كميه تاع صدر الدجاج قطعته مربعات صغار، درت له كميه تاع التوابل في مقله فيها شويه تاع الزيت، درت لا موتارد، توابل بالتفصيل مكتوبين تحت لا فيديو. نخلط كلش ونحطو يطيب فوق النار ويتقلى مليح هذاك الدجاج. نحضر لا بيشاميل فيها مغرف كبيره ونص تاع الزبده نخليهم يذوبوا في كاسرونه، نزيد عليهم مغرف كبيره ونص تاع الفارينه، خليهم يتكتكوا شويه ونجي ندير الحليب على دفوعات نسحقها تكون خفيفه شويه. وباش نضيف لها بنه على بنه هذا البيشاميل ندير لها 1 كوب مرق الدجاج تاع جومبو، واستغنيت على كامل المعطرات والملح في هذا البيشاميل. خلطت كلش مليح حتى وين تعقد لي. بالنسبه لهذا الخليط تاع البولي كنت درت له كاس تاع الماء، خليته يتكتك شويه حتى وين يطيب هذاك الدجاج، وضفت عليه كميه تكون مليحه تاع البيشاميل، ونخلوها تزيد تكتك معاه فوق النار واحد 3 دقائق هكذاك ونطفوا عليهم. لاباط بعد ما خمرت لي نديغازيها، نقسمها على 2، نفتح الخبزه الاولى بالكميه تكون مليحه تاع الفارينه خاطش لاباط تلصق شويه كما قلت لكم، نديرها مستطيل ولا مربع يكون كبير ونقطعهم مربعات بهالطريقه. انا كنت خليت شويه تاع البيشاميل درتها الطبقه الاولى هي اللي دهنت بها، بعدها درت لافارس تاع البولي، شويه تاع فروماج غابي شيدر ولا غريال كيما حبيتو. نجي نغلقهم بهالطريقه، ندير لهم حبه تاع الزيتون في الوسط باش تحكم لهم الغلقه، وندهنوهم من الفوق بحبه تاع البيض اللي كنت خلطتها مع شويه تاع الحليب. الفرن يكون مسخن من قبل على 200 درجه، ندخلهم حتى وين يطيبوا مليح ويتحمروا باش نخرجوهم. هنايا بالنسبه للعجينه اللي قعدت لي كنت فتحتها هكذا مدوره وحطيتها في سنيوه يكون فيها بابي كويسون، حطيت تبسي في الوسط بهالطريقه، وصاير داير ندير لها لافارس اللي فيها البولي، شويه تاع فرomاج طارتيني، فرomاج غابي، ونجي نقسمها على 8 في الوسط ونغلقها بهالطريقه بالزيت وندهنها بالبيض وندخلها الطيب عادي حتى وين تحمر وتطيب. وبصحتكم.